على الراديو، راديو دوجما 3.10. مساء الخير والبركة وأهلا بيكم حلقة جديدة وخمسة لو سمحت. النهاردة هنتكلم عن حضن الكنيسة، الحضن اللي فاتح دراعاته طول الوقت وبدون أي شروط. حضنها لا مرتبط بموت ولا بوقت ولا بظروف ولا حتى مرتبط بحالك. لو خاطي فهي بتبكي عشانك وفاتحة دراعها مستنياك، ولو تايب فهي فرحانة بيك وبرضه فاتحة دراعها ليك. الكنيسة حضنها عجيب، تروحها حزين ترجع متعزي، تروحها حيران ترجع مطمن. مهما كنت تايه شارد غريب، ففي بيت ربنا ليك مكان. هنا جيت ليسوع وحكيت وبكيت وفرحت ورنمت وصليت. هنا عشت حياة في أحضان الله، هنا بالنسبة لي أأمن بيه. لو لسه ما جربتش حضن كنيستك، اعتبر الحلقة دي دعوة ليك انك تدوقه. يلا قوم اجري على كنيستك، اقف قدام مذبحها مهما كان حالك. ارفع عينك وقلبك لربنا، احكي كل اللي شغلك، كل اللي قلقك، كل احلامك وتفاصيل حياتك. اوعدك انك هتدوق حضن حقيقي، حضن يطبطب ويعزي. ما تخليش خلافات تمنعك عن كنيستك، لا خلافك مع خدام زعلوك ولا ناس رفضوك يمنعك. ده حضن أبوك، دي كنيستك، ده بيت أبوك السماوي. اتمتع واشبع بيه، حتى خلافاتك دي ارميها عليه. اللي جرب حضن كنيسته وتعزى بمذبحها واتسند بقدسيها يعمل منشن ليها ويكلمنا عن حلاوة كنيسته. ويلا كلنا نقول مع داود: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. سلام، ونتقابل تاني في حلقة جديدة من خمسة لو سمحت. في كنيستي بدوب وبعيش محبوب، لو مهما يكون جوايا عيوب، وبعيش مرتاح مليان أفراح. لو يوم حسيت